السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة. تعالوا النهارده بكوباية عسل وكوباية سمنة، 3 كوبايات دي هنعمل احلى كوكيز واحلى طريقة جميلة جدا. وفي حاجات جميلة جدا، وفي طعم جميل جدا، وسعرات حرارية حلوة ومغذي. تمام. الكوكيز اهو قدامكم بكل تفاصيله وتركاته. بس لو اول مره تشوف القناه بتاعتي، يا ريت تدعموني وتدوني لايك وشير وسبسكرايب. معلش يا جماعة، نفسي ضايق شوية صغيرين كده اهوت، معلش. دلوقتي احنا هنعمل معاكم طبعا الكوكيز الجميل بكل تريكاته واسراره. تمام. طبعا دي قناتي، قناة الاسرار المطبخ مع اروى. لو ما تعرفهاش، يا ريت تدعموني بلايك او شير او سبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. طبعا انا هنا معايا 3 كوبايات من الدقيق، طبعا اي استخدام عادي. ومعايا كوبايه من السمنه، نصها سمنه ونصها زيت. تمام كده. وادي يا جماعه التركايه بقى الجميله اللي هي كلها غذاء وبتدفي كده اهو، تلاقي كوبايه العسل الاسود. ومعايا معلقتين كبار من الكاكاو الخام الغير محلى. ومعايا كمان بيضتين بحراره الغرفه بالشكل ده. تمام. طبعا وصفة سهلة وبسيطة جدا وسريعة وجميلة جدا ونضيفة. الكوكيز ده يا جماعة احنا بنشتريه من بره غالي جدا جدا جدا، وما بنبقاش عارفين تعمل بايه. انا حطيت ان هو سنة صغيرة من الفانيليا مع معلقة ونص من البيكنج باودر، اللي هي المعلقة الصغيرة مش الكبيرة يا جماعة، علشان برضو ما تحطيش معلقة ونص من المعلقة الكبيرة، او باكت او باكت الا ربع من الكياس اللي هي بره. انا دي عندي في البطرمان كده اهوت جايباها، فبحط منها بالمقدار اللي انا عايزاه. طبعا حطيت زي ما قلنا كده اهوت معلقه ونص صغيرين من البيكنج باودر. قلبت كده تقريبا صغيره، وابتدي ان انا اقلب، اعجن بقى كده اهوت بايدي. طبعا يا جماعه انا لابسه جوانتي زي الكيس كده، طبعا هو مش مجازي معايا، كل شويه اتخلع من ايدي. فانا دلوقتي هفكه وهحاول ان انا اعمل بايديا واعجن بايديا كده. طبعا انا غسلاه حلو جدا وطبعا معقماه، فبستخدم بقى ايدي بقى في البيت. تمام. بالشكل ده هفضل اعجن كده. طبعا هي ملزقه في ايدي، انا هحتاج معاها لو هي لزقت زياده وانا مش عارفه افكها، هحط معاكم دلوقتي نص كوبايه من الدقيق. انا دي كوبايه معياريه، دي كوبايه يعني، دي كوبايه يعني الغطا او الكوبايه المعياريه دي اللي هي ايه، الحجم الكوبايه. انا هحط نصها، مش هحطها كلها. تمام. وهبتدي اعجن كده لغايه لما يوصل معايا الخليط بالشكل ده. بص يا جماعه عامله ازاي، هي بتلزق بسيط جدا بس ما بتشققش. بص عامله ازاي. طبعا انا جبت صاج هنا اهوت عندي، وطبعا دي اخر حته من ورق الزبده. معلش انا كونتها كده وحطيتها، لو ما فيش موجود عادي ممكن ادهن الصاج بتاعي حبه زيت صغيرين كده. تمام. انا كده اهوت عملتها بقى على شكل الكوكيز بتاعنا اللي هو الجميل الخطير، الشكل الجميل ده. وابتدي احط عليه اللي هي الشوكليت شيبس اللي هي الصغننه، الشوكولاته الصغننه دي. انا دول يا جماعه حبه جبتهم من العطار، مش غاليين، حبه ب5 جنيه كده اهوت. عملوا لي طبعا الكميه اللي انتوا شايفينها دي، آه تقريبا بمثابه كيلو كوكيز. يعني عارفه، يعني انا بقول كده اهوت ان انا عملت نص كيلو، دي يعتبر ده مش كيلو كامل دقيق. تمام. انت لو عايزه اكتر بتضاعفي الكميه وبتظبطي بقى ايه المكونات بتاعتك. بحطها بالشكل ده وبرصها بالشكل ده. بالشكل عامل ازاي. انا هعمل شكلين معاكم، اللي هي شكل زي الصوابع كده، ونقشه بقى صغيره بالشوكه كده، من الناحيه دي ومن الناحيه دي. طبعا الاشكال اللي تعجبك اعمليها. وادي المنظر اللي انا بعمله دوت، اللي هو طبعا بيتباع عند الفران بالشكل ده. طبعا يا جماعه كانت ريحته خطيره جدا جدا، وما عادش يعني ما شاء الله عليه، ما عادش. واكلت منه حبايبي وجيراني ودوقتهم قوي، طعمه خطير جدا، وريت تعملوه مغذي جدا يا جماعه. طبعا في العسل اللي احنا بنحتاجه للاولاد اللي فيه حديد، وفي كاكاو، وفي حاجات جميله جدا. وادي طبعا اخر ما خلصت الصاج بتاعي، هو الكميه اللي معايا دي عملت لي صاج وصينيه صغننه. تمام. هنا بقى دخلته فرن على درجه حراره 180 درجه. هو ما بيقعدش يا جماعه اكتر من 10 دقايق او ربع ساعه بالكتير. ما تكتريش عليه علشان ما يتحرقش منك، والشوكولاته اللي فوق ده تسيح تبوظ الكوكيز. ماشي. طبعا لو عجبكم الفيديو بتاعي بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، وارجو لكم مشاهده ممتعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.